تحياتي، نرحب بالسي سعيد أبرنوس. مرحبا وأهلا وسهلا أخي مرح- سعيد. مرحبا، السلام عليكم. تحياتي اخي عبد الله، تحياتي للاخوان كاملين، تحياتي اسعد الضيف عبد الله والبوم الليبي والقرش المغربي، وتحياتي للاخوان اللي متبعين معنا في هذا اللايف. بدايه دعوني اعاتبكم قليلا اخي عبد الله، واعاتب بعض الاخوه عتاب اخوي. كتعرفني انا احاول دائما ان اكون اخويا في عتاباتي، نعم. وتاسفت قليلا حين استمعت في بعض المداخلات، ومنها مداخلتكم انتم ايضا استاذ عبد الله. نعم. آه، التهجم ولا الشكوى من المغاربة، وهذا أمر مغربي كنت أفضل ليكون نقاشا كما سبق وفتحتم لايفات سابقة في حضور مغربي صرف. يمكن أن نتبادل التهجم والشكوى من بعضنا البعض، هذا أمر عادي. ولكن أن يتم التهجم والشكوى في حضور أسعد الشرعي الذي أيضا يشتكي من ما يسميه تهجما وشكوى، فالأكيد أنه سيحصل لبس لدينا جميعا على أن ثمة، لا أسميه تحالف، ولكن ثمة يعني تقارب مصالح أو تطابق مصالح ضد جهات معينة، وهذا ما يعني كنتم لتنأون عنه بطريقة سلسة، تجعل هذا اللايف هذا بعيدا عن الصراعات المغربية، خاصة وأن أسعد الشرعي عرف جيدا بطريقة متكررة كيف يلعب على هذه الصراعات المغربية والتي لم يتوقف عن معايرتنا بالمنطق الدارج ديالنا، كيعايرنا ما عرفتش نسميه باللغة العربية. في كل مرة يعاير المغاربة بأنهم يتنابزون ويتناقشون ويتصادمون ويأكلون بعضهم البعض، وهذا أمر لا أرضاه لنا كمغاربة، وكنت أتمنى لنكون أذكياء أكثر ونفهم أيضا الرهانات ديال أسعد الشرعي. ولكن معليش، انا غادي ندوز دغيا حتى لا يسجل علي اني اخوض في نفس الموضوع الذي انتقده. معليش. الاخ اسعد، اولا بعد ابدا بالاعتذار لك. نحيد عليا واحد الثقل بقى عندي هذه تقريبا اللايف ما قبل البارح. آه، جبت الام ديالك والاب ديالك، ماشي سب، ولكن مال امك ولا مال باك ما كان علي لأقولها، فأعتذر له مسبقا، وأتمنى أني ما نعاودش نوصل لهذا المستوى هذا، فأتمنى أن يتقبل اعتذاري في هذا الأمر هذا. لكن والآن وأنا أضعه قبالتي لوحده، أقول له: أسعد، من بين أسوأ ما فيك يا أسعد، ودعني أنتقدك انتقادا صريحا صارحا متصرحا. من الأمور التي أزعجتني فيك جدا يا أسعد هو منك واعتدادك بنفسك، واعتدادك بما تسميه مزايا قدمتها لإخوان آخرين غير حاضرين معنا للأسف، ليقولوا قولهم في الأمر. ففي كل مرة هاد 3 أيام هذه كنسمعك كتقول: أنا من صنعت وأنا من فعلت، وأسود تيك توكية، ولولا منصتي ما كان ليعرفهم أحد، ولولا. وهذا أمر فيه الكثير من المن، وهو أمر مذموم يجعلني أنقص جدا إلى الحد الأدنى الاحترام ديالي لشخصك. حديثكم عن صناعة الشخصيات التيكتوكية أمر فيه بزاف نتاع الغرور والاعتداد والمن، وهذا أمر يجعلك يعني في محطة اتهامات ديال أي واحد، ماشي المغاربة فقط، أي واحد غادي يسمع الخطاب ديالك. وهذا أتحدث معك بعلم التواصل، فالأكيد أنك تجعل عند المتلقي تلك الفكرة على أنك شخص منان مغرور ومتكبر ومتعجرف، وهذا أمر لا أرضاه لك، ولا أريده أن يكون فيك منذ اليوم حتى تنجح بطريقة فيها بزاف نتاع حديثكم عن المنصة الجديدة التي تنوون تأسيسها. أقول للإخوة اللي غيحضروا معاه: حذاري ثم حذاري، لأنه بعد أن يختلف معكم يمكن بعد 3 شهور 4 شهور 5 شهور 7 شهور سيمن عليكم وسيعتد عليكم وسيغتر ويتكبر عليكم، كما فعل مع أصدقاء بادلوه الكثير من الحميمية والصداقة، وهم إلى حدود الآن. أقول لأسعد الشرعي: لم يهاجموك بعد،
ربما لأنهم يعتبرون ذاك المشترك اللي كان بيناتكم. فأقول للإخوان اللي غادي يعاودوا يطلعوا عند أسعد الشرعي في المساحة الجديدة، احذروا أنه من بعد غيبقى يقول لكم أنا من صنعتكم وأنا من عرفتكم للمغرب والمغاربة، وهذا أمر لا أريده لإخوتي المغاربة. دابا غادي نمشيو للنقطة الثالثة، وهي أنا شخصيا كنحمد الله ونشكره، وأنا كنت أخشى أن تسجل علي نقطة تمتن بها علي، والحمد لله جئت من الفيسبوك شنسميها بسمعة لمنصتي كبيرة بزاف، وجئت من اليوتيوب والحمد لله منصتي كبيرة بزاف. فأنا أحمد الله أني لن أسمع منكم امتنانا علي أو اعتدادا على شخصي، لأني أتيت من منصة مليونية في الفيسبوك. أحمد الله أيضا يا أسعد الشرعي أني لم ألتقيك هنا في المغرب، لأني لو التقيتك كما فعل آخرون كنت ستتهمني بأني ارتددت عليك وأنني خنتك كما خونت أصدقاء آخرين ذنبهم الوحيد أنهم اقتربوا إليك أو أنهم آووك أو أنهم ضيفوك. وهنا أفتح قوس لأتحدث عن الطعام الذي تحدثت عنه بمنطق بطني. لا يا أخي أسعد، وهذا هو الأمر الذي يجب أن تنتبه إليه. المغاربة أنثروبولوجيا يقصدون بالطعام ما نسميه في لغة أخرى بالملحة. شركنا الملحة يعني أنه أمر مقدس أنثروبولوجيا لدى المغاربة. لذلك أقول أن من لا يعرف الأنثروبولوجيا المغربية والثقافة المغربية المتجذرة لا يمكن أن يتحدث، لا يمكن أن يدعي أنه يفهم المغاربة. إن حديثهم عن الطعام يا أسعد الشرعي هو حديث عن الملحة، والملحة والطعام هو أمر حين نشترك فيه فهو مثل عهد أو وعد مقدس لا يجب أن يخان، ومنها المحادثات السرية والخاصة والثنائية والأسرار وما إلى ذلك، كلها تدخل في خانة الملحة والطعام. دعني أقول لك أيضا أخي أسعد على أن ما جعلني شخصيا، وهنا أتحدث عن نفسي، لأنه لطالما سئلت سابقا منذ شهور وشهور عن رأيي فيما يحدث بمنصتك، لأنه كان نقاش ديال المشاركة عند أسعد الشرعي كان نقاش كبير وقوي جدا وفيه احتداد بين المغاربة، كانوا كيتفتحوا لايفات بين من يرى أن ثمة جدوى وبين من يرى أن الأمر يعني غير مجدي ومن الأفضل مقاطعة المنصة، وبل ثمة من تهجم على من كان يشارك داخل هذه المنصة. ولكن حين كنت أسأل كان جوابي الوحيد هو أن أسعد الشرعي بالنسبة لي هو منصة، ولا يمكن أن أسمح لنفسي أن أتحدث عنه كشخص، لكن كمنصة دعوني أشرح لكم على أن منصة أسعد الشرعي كاين متحكمين اثنين. بالنسبة له هي منصة في اليوتيوب وفي الفيسبوك وفي التيك توك معتمدة على الإيرادات، على المداخيل، وهذا أمر لا يعيبك أسعد، حقك المشروع. أنت تقدم سبيكتاكل بالمفهوم الفرجوي، فيحق لك أن تستفيد من العائدات نتاع الإشهار والأدسنس في اليوتيوب والفيسبوك، ويحق لمن هو يعني معجب بخطابك وبمنصتك أن يرسل لك الهدايا، وذاك ما حصل، وهذا أمر لا أعيبه عليك، أمر عادي جدا معروف. والقنوات الكبيرة الدينية والرياضية والسياسية كلها تعتمد على مبدأ الإشهار، وإلا فإنها لن تشتغل ولا أحد يمكن أن يستمر في العمل بها. فدعني أقول لك إذن على أن هذا الأمر هذا بالنسبة لك كأسعد الشرعي كمنصة، أقول ليس إلا منصة فيها واحد العائد مالي وفيها واحد المساحة يجب أن تستغل من طرف المغاربة في إطار القاعدة المعروفة العلمية: الطبيعة تكره الفراغ، وإذا لم تملأ أنت هذا الفراغ فإنها تملأه هي نعم، أو يأتي من يملأه. لذلك كنت أقول دعوا الإخوان اللي بغوا يشاركوا الله يعاونهم، ومن لم يشاء أو لا يشاء فالله يعاون. بل وأني شاركت في منصتك أعتقد 3 مرات حين رأيت في نفسي ضرورة أن أملأ فراغا لو تركته فارغا كانت لتمرر فيه مغالطات كثيرة، وتعرف جيدا ال3 مواضيع التي شاركتك فيها أعتقد 3 أو 4 على الأكثر، وكانت ضرورة مني لأني لا أؤمن بالكرسي الفارغ، وذلك ما احترمته لدى الإخوة الذين كانوا يشاركونك تلك المنصة.
وسأحترم أيضا من سيشاركك المنصة بعد هذا، وأنا لا أدعو لا إلى مهاجمتك ولا إلى مهاجمة الإخوان الذين سيشاركون هناك، ولا أدعو إلى مقاطعتهم ولا إلى سبهم ولا أي شيء، وأقولها وقلتها سابقا في 3 لايفات سابقة كنت أناقش فيها فيديوهاتك وخرجاتك. هذا أمر أؤمن به مبدئيا وليس فقط استثناء مع منصتك أو مع الإخوان اللي غادي يجوا عندك، ولكن كنقول لهم في إطار حرية الرأي أن أخشى عليهم أن بعد مرور أشهر وأشهر إذا اختلفوا معك قد يتعرضون لمن من طرفك. أما الحديث عن القضية ديال الأشياء التي يعني أنا ركزت فيها جدا في التطاولات أو التجاوزات اللي درتي في حق المشتركات المغربية. نتحدث مثلا عن فلسطين. قلت في فيديوهات سابقة وأدعوك إلى مشاهدة بعض الفيديوهات التي سجلتها، راه يمكن محطوطة في اليوتيوب أو في التيك توك غادي تلقاها، في إطار النقاش الحاد الذي تجاوزت فيه الحدود تجاه والديك وأعتذر مرة أخرى بخصوصهما. قلت بأن قضية ضع فلسطين أخي أسعد هو أمر يهم المسلمين جميعا والإنسان أو الإنسانية جمعاء، وليس أمرا خاصا بالمغرب والمغاربة لتضطر أنت في كل مرة أن تذكر المغاربة وأن تتحدث للمغاربة عن حالات شاذة قلت أنت أنها شاذة. إذن فمن بين الأخطاء الجسيمة إلا إذا كنت تقصد ذلك، وهذا ما لا أريده، لأن إذا ما شككت في أنك تقصد ذلك فسيكون رأيي أنذاك قاسيا شيئا ما. والدليل على أنك الخطابات اللي كاينه في المغرب تجاه التطبيع وتجاه إسرائيل كاينه في تونس، كاينه في الجزائر، كاينه في ليبيا، كاينه في الإمارات، كاينه في مصر، كاينه في مختلف الدول العربية والإسلامية، بل ومن داخل قطاع غزة شاهدنا عدد من الشهادات ديال عائلات وأسر ونساء يشتكين من الهجوم الذي قامت به حماس، والذي اضطرت عائلات وأسر أن تتحمل تبعات الرد الإسرائيلي. شاهدناه بأم عينينا وشفنا فيديوهات. هل هذا يعني أننا سنهاجم هؤلاء أو لا يمكن. شك مرتك وعيالك تقول لا تتدخل في شؤوني، لا أتدخل في أكلك في لبسك، لكن تيجي تقول لي لا تتدخل في المغرب. ليش المغرب مزرعة ولا حظيرة ولا في كوكب آخر؟ أنت موجود معنا في نفس الكوكب، لك نشاط، تتكلموا، لكم ضايفات، الكل يتكلم عنكم. مش معنى أنا تجي أنت تمارس علي ولن أسمح ولن أفعل. أقولها لك الآن في وجهك، سأتكلم، وأعلى ما في رأسك اركبها، وأكبر خيلة عندك اركبها، أنت وكل من سيحاول أن يمنعني. تمام، صافي. هذه أول شيء. الشيء الثاني، الرأي مغربي والمفترض ألا تتدخلوا، ألا يدخل فيه أسعد الشرعي. هذه أنا معك، وخصوصا أنه في قذف أعراض وفي مغربي يليق في عرض مغربية. أتمنى تعملوا هذا الأمور سرية، ما في داعي لا تدخلوا براني ولا حاجة. أتمنى ذلك، وأنا أتمنى أن تكون الأمور كذا محصورة بينكم كمغاربة. عندما يكون الرأي مغربيا على الأقل قذف الأعراض وسب الأمهات والتخوين واستخدام الملك والملكية لضرب بعضكم البعض، لا تشوهوا حالكم وتكونوا على انفراد. هذه أنا أؤيدك فيها، وأتمنى أنه يعني تتلافوها في المستقبل وما تفتحوش هذا يعني قدامي وقدام الناس. يعني حشومة عليكم، يعني واحد يطلع يقول لواحدة بنت بلده وعاملين فيها غيرة على بعضكم. ما شاء الله أحمد الشرعي له حرية يا أخي حرية القذف عندكم مضمونة. يأتي مغربي يقول لمغربية أنت فاجرة، أنت فاعلة، وأنت أمك عاهرة، وأنت لست وطني. هذه بلاويكم سدوها. أنا معك يا مغاربة التيك توك، سدوها بعيدا عن أسعد الشرعي وبعيدا عن الناس. يعني إذا بليتم أقل شيء يعني فاستتروا. المن والأذى يا صاحبي، أنا عمري ما منيت ولا عمري قلت ولا شيء. الذي قال هو من كانوا في المنصة. يا أخي سعيد، حاول تفهم هذه، الله يرحم والديك. أنا لا منيت ولا قلت ولا شيء. أنا قلت عيب، يعني أنكم عندما الإنسان يكون معكم فهو محب للمغرب، وهو الهدهد اليمني، وهو الشجاع البطل، وهو الرائع البطل، وهو الذي أفحم الجزائريين، وهو الذي قسم ظهر التبونين، وهو الذي حلل النفسية التبونية. وعندما يختلف معكم في أمر بسيط
تتعاملون معه كالعدو وتنكرون كل شيء. أنا لا أمارس المن والأذى، لكنكم تمارسون اللؤم، فيكم لؤم. أنا أدافع عن أمك قبل أسبوعين أمام أبو نيف، بعد أسبوعين فقط سبيت أمي. قمة اللؤم هذه، قمة اللؤم. أنتم لا تعرفوا معدن أسعد الشرعي. وأنا أقول لك أنني لم أمن ولم أزن على أحد. سامحني أخي سعيد، ردي ربما سيكون موجعا، لكن أحسن شيء أنه نتصافى وجها لوجه، لأننا أنا أتمنى، أنا مرتاح أنك الآن أمامي، لأنه صار لك تراشقني وتنتفخ أوداجك علي دون مبرر. صورت للناس على أنه هذا السعد الشرعي. من أنت؟ لا تتدخل. لا لا لا، سأتدخل وغصبا عنك وغصبا عن أي مواطن في داخل المغرب. إذا جاءتني منع من مؤسسات مغربية سأقول سمعا وطاعة. أنا أحترم هذا البلد وأحترم مؤسساته. أما أنت مجرد متكتك مثلي مثلك، لك الحق تتكلم في اليمن، أنا لي الحق أتكلم في الجزائر، في المغرب، في الكل. المغرب ليست عائلة وليست حظيرة وليست مقاطعة لك ولا لأي واحد يأتي يفرض علينا لا تتكلموا. سأتكلم، أنا أقول لكم الآن كلكم كمغاربة، ولن يسكتني أحد. سأتكلم وأقول رأيي في المغرب. هذا أمر، وأنا لم أمارس الأذى. وهذه كما تقول أنت مخ الخال، ضعها حلقة في أذنك، أنه من قال نحن قصمنا ظهر الجزائر واستدعينا وأصبنا الجزائر في مقتل، كان في منصة السعد الشرعي. يعني هم رواد المنصة من أنصفوها جزاهم الله خير، وخصوصا صاحب هذه التعليق، صاحب هذه التغريدة. أما من أنكروها فأنا لم أصنع شيئا، أنا متكتك مثلكم. أنا لا أدعي أننا سنعيد الأمور وسنفعل أشياء كثيرة جدا وسنفعل المعجزات. نحن مجرد متكتكين يا صاحبي، أنت تتكتك وأنا أتكتك، والله يفعل ما يشاء. إذن هذه موضوع الأذى اسحبنا. موضوع العيش والملح أنا فاهمه يا صاحبي، العيش والطعام أنا فاهم هذا الموضوع، لكن هناك منكم من مارس علي وعيرني حتى بالأكلة. يقول لك إحنا شبعناك، مو قضية العيش والملح. أنا فاهم العيش والملح. لا تحاولوا أن تبرروا لأولئك، هؤلاء الذين لم أدخل لهم بيت، مع احترامي لكل من استضافوني، كلهم كرماء، كلهم مغاربة عظماء، لم يعيرني أحد ولم يتكلم عني أحد ولم يلمح لي أحد. الذين لمحوا لي هم الذين لم أدخل بيوتهم، وهؤلاء أقول لهم إذا جئت بيتك عيرني. وأنت الذي تقول لي أنت غير مرحب بك في المغرب، إذا أنا غير مرحب بي في بيتك أنت. أما المغرب سأكررها للألف، المغرب لا يدار من التيك توك، المغرب لا يدار من التيك توك. المغرب دولة مؤسسات، وأسعد الشرعي عندما يأتي ويدخل من المطار ويتعامل ويأخذ الأذونات في التصوير بيتعامل مع مؤسسات، لا مع سعيد أبرنوس ولا مع زعطان ولا مع فلتان. هذا الشيء زلوه وافهموه، ما في داعي عرض العضلات. لا تصور، لا تأتي، أحذرك، لا أسمح. هذا كلام فارغ يا هذا الكلام تتكلم فيه مع مرتك، مع عيالك، مو معي أنا حر. أنا حر أتكلم في كل شيء، لكم الحق فيها. إذا أنا دخلت يعني مقدسات أو ثوابت تذهبوا إلى المحكمة تشتكوا عليها. هذا إذا أنتم ناس تعرفوا بلادكم وتعرفوا أهمية بلادكم. والعيش والملح هذه أتمنى أنك تكون قد فهمتها. أما منصتي يا صاحبي هي ليست مغربية على فكرة، روادها أيضا من الجزائريين. وأنت ذكرت ملء الفراغات، وجيد أني أقول لك هذا الكلام. وأنا من أول يوم أقول للمغاربة المنصة ليست منصتكم، أنا فاتحها للكل، حتى الجزائري الذي يريد أن يهاجم المغرب فليأتي بأدب، فليأتي يضع مشروعه هنا. إذا لم تأتي أنت فليأتي الجزائري. المنصة مفتوحة. شوف، بكم بدونكم، بمغاربة، بجزائريين، بجن، بعفاريت، هي مفتوحة. منصة حرة، ليست من منصات الصوت الواحد، وليست من المنصات التي لا يسمع فيها الإنسان إلا صدى صوته. لا، حرية مطلقة للجزائري، للمغربي، للموريتاني. تريد أنت إذا رأيت أن منصتي تقسم ظهر الجزائريين وتقسم ظهر النظام الجزائري، تعال استخدمها. ما لم خليها للجزائري. ما أقول لك أنا لن أضرب أحد على يده. الذي تخوفهم أنهم لا يأتوا عندي، أنا لا أمارس المن والأذى على أحد، والله ما عمري مارست من ولا أذى على أحد. وإذا أحد زنك أو عبأك فيعني إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، كان المفروض تسمع من الطرفين. وأنا لست ممن يفشي أسرار الناس وخصوصيات الناس، ووالله العظيم
يا من تسمعوني الآن أن ممن يناصبني العداء اليوم عندي في الخاص ما يفضحه ويدينه أمام المغاربة كلهم. ومع هذا أنا من ابن ناس ومحترم، لا أخرج موضوع الأمانات والمجالس بالأمانات. لست ممن يخرج الخاص أبدا إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. وإذا ضاع تليفوني أخشى ما أخشى هي أسرار الناس اللي موجودة فيه. أنا أتواصل مع ناس منذ زمن وكبار وفي الدولة ومسؤولين وعلى مستوى وزراء في بلدان مختلفة، وأتواصل معهم وأسرارهم محفوظة. فلا يأتي سعيد أبرنوس أو واحد يقول لي أنت خرجت الخاص. عيب، هذا عيب، هذا اسمه عيب. الإيرادات يا صاحبي منصة اسطوانة مشروخة يا سعيد، لا ترقى لك. يعني بصراحة أنت أنا لم أكن أعرفك من قبل، لكن عندما مريت عندي في اللايفات كنت أختم اللايفات بك. لا أخذ أي مداخلة بعد أن يتكلم سعيد أبرنوس، لأنه يضع كلام سيعجز ممن بعده. لكن تأتي لي أنت مثل العيال الصغار تقول لي إيرادات. أولا أنا والدكاترة يعلمون، وأنا أيضا اشتكيت لبعض إخواني الذي أثق فيهم ووريتهم أنه قنواتي مدمرة، أنا قنواتي موقفة من الأرباح، ما عندي شيء. أنا لعلمك، وإذا جاتني أرباح سأخذها كما قلت أنت، هذا لا يعيبني، لكنني لا تتحكم فيني الأرباح. شوف أنا من رمضان وقبل رمضان إلى الآن دون فلس واحد، وأنا تأسفت جدا أنك أكملت مداخلتك ولم تحصل على أي أسد، بينما الرأي المغربي حصل على أسدين، فكان أخذ عليك نصيب الأسد. أنا لست ممن تحركهم الإيرادات، أنا أتكلم في إيرادات ولا ما في إيرادات، هو نفس النشاط، لا أتوقف. المعيب أنه أربط نشاطي بالإيرادات، إذا في إيرادات فتحت لايفات، إذا ما في إيرادات ما أفتح لايفات. أنا لا يوجد لدي أي شيء منذ 4 شهور، ولست ملزما أن أثبت لك ذلك. المغرب التطبيع يا أخي هذا أشبعناه بحثا، وقلنا لكم أني أنا ممن أنصف تطبيعكم. لو أنك تفهم يا إخواني، المشكلة أنك أنت شخصيا أنت تتعامل معي وكأني أبو نيف مو أسعد الشرعي. هذه مشكلتكم، دخلتم تتعاملون معي عدو رسمي. وإلا أنا في أكثر من لايف أقول يا إخوان، والله أنا شخصيا من بين الدول المطبعة كلها تطبيع المغرب أقل ضررا. أولا لأنه جاء نتيجة وجود جار ظالم بجانبهم، يعني لهم المبرر أن يفعلوا. ثانيا أن البلد أتاحت للناس أن يرفضوا وأن يقبلوا التطبيع، والكل خرجوا في الشارع، وأغلبية المغاربة اليوم رافضين للتطبيع. وأتحدى دعاة التطبيع أن ينظموا مظاهرة واحدة في المغرب، أتحداهم. أتحدى اليوم مغربي يخرج في الرباط يوم الأحد ويرفع علم إسرائيل، والله يسحلها المغاربة الأحرار. أنا أقول بكل بلاوي التطبيع، لا زال تطبيعكم لا أستطيع أن أضعه في نفس تطبيع الإمارات، ولا في نفس تطبيع عبد الفتاح السيسي الذي يخنق غزة الآن ورفح، ولا في نفس تطبيع محمد بن سلمان. لا، أنا أنصفكم في موضوع التطبيع. الذي أحاربه هو التطبيع الروحي، عندما يأتي واحد يقول أنا كلنا إسرائيليون. أحمد الشرعي يا سعيد، يا أخي سعيد الله يسعدك في الدنيا والآخرة، جاء على قدر من رب العالمين، جاء في وقت وأسعد الشرعي متهم بالتعميم، فجاء أحمد الشرعي ليدحض عن أسعد الشرعي تلك التهمة، وجاء عمم عليكم جميعا. أنت الأول واحد لم تفتحوا فيه لايف، ما عدا الصحفي الصريح والشجاع حميد المهداوي، هو الوحيد الذي وبخه، وطلعتوا بل تبررون له. طلعوا كثير منهم الرأي المغربي يدلس على الرأي العام ويقول الصورة مفبركة، رغم أن المقال موجود والرجل موجود ويحمل إمبراطورية إعلامية داخل المغرب، ولم تتحدثوا عنه ولم تتكلموا عنه. وهذا شيء، ولا أريد أن أطيل في موضوع التطبيع. أيضا أنت الآن تكلمت كلام لا يرقى إلى مستواك حقيقة. أخرج من بريطانيا، اذهب إلى غزة. يا أخي والله أنا سمعت هذا الكلام من صغار الأمانة. أحد قال لك إن غزة محتاجتك أنت ولا محتاجتني أنا؟ عندهم رجالهم، هم ليسوا محتاج رجال، ولا حتى محتاجين الفول والفاصوليا اللي أرسلته لهم. هم محتاجين منك أنت كناشط موقف فقط، تتمترس معهم من اليوتيوب، من التيك توك فقط.
مسألة تخرج من بريطانيا، رحت تظاهر في بريطانيا، هذه أساليب على فكرة ليست مجدية. أولا أنا عندي في بريطانيا قانون سني أمس سن قانون ممنوع رفع العلم الفلسطيني داخل في الشوارع. يعني أنا الآن مطالب أني ألتزم بالقانون البريطاني. ما عاد فيش حرية في بريطانيا. اليوم قمعوهم في باريس، خرجوا مغاربة وجزائريين ضربوهم في باريس. يعني أنا ما أستطيع أخرج، والمسألة ليست خرجتي أو دخلتي. لا تكونوش تحلفوا النقاش ان الواحد يتكلم معكم يقول اخرج روح غزة. ليش تقول اروح غزة يا اخي؟ غزة لا ينقصها رجال ولا ينقصها مال، ينقصها سلاح فقط، او ينقصها ان تكفوا اذاكم عن حماس وعن المقاومة الفلسطينية. اخر نقطة يا صاحبي، انه عندكم هذا المنظور، تاخذكم العزة بالاثم. المهم ان يكون الشخص مغربيا. المهم البراني هذا طز فيه. ما دام مغربي عادي نتناقش معه، حتى لو تصهين ستقولوا، حتى لو تصهين، حتى لو قال كلنا إسرائيليين ستقولوا حتى لو كان كلنا إسرائيليين. هذا يعني إذن أنا هنا أقول لك لا تضعوا الله أول كلمة في الشعار، ضعوا الوطن، اكتبوا المغرب الله الملك عشان تكونوا هكذا. أما تحط لي الله شعار تصرخوا بالله، ثم لما تأتي مواقف مطلوب منكم أن تنصروا دين الله وعباد الله وكذا فتقفزوا على الله وتذهبوا إلى الوطن مباشرة. اخرجوا من هذا العصبية يا أخي. المخطئ مخطئ، حتى قل الحق ولو على نفسك. هكذا ديننا، هكذا عقيدتنا. لكن لا مغربي لا مغاربة، ويا ليتكم تمام في كل شيء، لكن لا تحفظون هذا إلا في الصهينة. يأتي الصهيوني هو حر. طيب لماذا لا يحترم المغربي عندما تتنافسون في التيك توك؟ لماذا لم تحترموا عبد الله القرش هذا ولقتم في عرض أمه؟ لماذا سبوا أم مهدي؟ أنا لا أذكرك أنت طبعا، المغاربة أنتم بأشرابكم، بأسكم بينكم شديد، بأسكم بينكم شديد، فضائحكم فاحت، تليقون في أعراض بعض علشان أسد أو علشان وردة حمراء. يا رجال المغربية عرضها عندكم كمغاربة، بل وتؤيدون من قذفها. وجيت تقول لي انت مغربيت، تعقيب اخي عبد الله، راه كاين تكرار بزاف، كاين تكرار سعد، كاين تكرار. دقيقة لو سمحت يا اخي، كتعاود نفس الهضره كتعاودها. لا أنا سأخذ الكلمة من بعد أسعد. دقيقة واحدة، تفضل خليه يكمل أخويا سعيد. أنا باقي لك، نحن استمعنا إلى النهاية. لا يكفي أن يكون الإنسان مغربيا، إذا كان مغربيا فاسدا فهو فاسد، وعلى جميع المغاربة أن ينبذوه وأن ينتقدوه. الأعور أعور. آخر نقطة يا صاحبي، كما تقول أنت أنك نمارس حريتنا. تمارسون حرية ماذا؟ يعني كما قلت لك أنا، اتركوا للناس الحرية المطلقة ولا تفرضوا أنفسكم أوصية على الناس. هل أسعد الشرعي صور هذا المفارقة العجيبة الذي ختم بها الأخ سعيد وسأختم بها أنا، أنه بما أنك يا أسعد الشرعي ذهبت إلى المغرب وصورت كل ما هو جميل ولم تصور كل ما هو قبيح، فبالتالي عليك أن تكون هكذا في المواقع. والله مقارنة مضحكة للغاية. مقارنة مضحكة للغاية. أولا لأنني صورت الأشياء السيئة في المغرب، وأذكر وأنا في شفشاون أن المغاربة شنوا علي حملة، ليش تصور مزارع القنب الهندي؟ أنت تتيح للجزائريين أن يقولوا أن المخدرات جاية من عندنا والحشيش جاية من عندنا. صورت القنب الهندي، صورت مظاهرة عندك في طنجة مناهضة لرفع الأسعار، صورت بعض الأشياء وقلت يا أخواني هذه أمور غير راقية وغير شيء. أنا صورت سلبيات في المغرب، صورت الأحياء الفقيرة، ودخلت عند الفقراء والأغنياء. من قال لك أني عكست الشيء المهم؟ ثم ما دخل الجولة السياحية في المواقف الإعلامية في مواقع التواصل الاجتماعي. أنت تريدني أن تأتي يا سعيد أبو رنوس أو واحد مغربي، وأنا لا أقصدك أنت، أن يأتي مغربي، خلي ابتعد أنت عن هذا النقطة، يأتي مغربي ويقول أنا مع إسرائيل لأنها تعترف لي بمغربية الصحراء، وأنا ضد الفلسطينيين لأنهم لا يعترفوا لي. تريدني أسكت عليك؟ تريدنا نسكت عليك؟ هذا المفترض أنكم أول من يؤدبه. شكرا لك. مشكور أخي أسعد. سيدي عبد الله تخليني نتكلم ونهبط بحالي. صبر السي مصطفى لأن نوبتي لا صبر السي مصطفى. نوبتي عبد الله دوري. عندي الحق في التعقيب، نستنى ولا نمشي بحالي؟ عندي الحق في التعقيب، لا نستنى ولا عندك نمشي بحالي؟ غادي نعطيك أخويا سعيد التعقيب. أنا بغيت نعقب عليك أولا أخويا سعيد. ويشهد الله أنك من أحب الناس إلى قلبي في هذا التيك توك، عندما قلت لي بأن التهجم والشكوى ولمتني
من المغاربة لا يجب أن تكون أمام يمني. أنا أقول لك أخي سعيد على أن هذا اليمني بمجرد أن أعطى الولاء لصاحب الجلالة نصره الله، بمجرد أنه أعرب في مرات عديدة على أنه يود إنهاء حياته في المغرب، وأنه قال بأنه يحس بأنه مغربي، فالأمر محسوم بالنسبة لي. أنا أعتبر أسعد ولو أن أصله يمني، أنا باعتباري على أن أسعد مغربي. ثم إن الهجومات التي تهجم بعض المغاربة على إخوانهم تمت من تلك المنصة. أنا أذكر على أنه وصفنا بالحوثيين، أنا وصفت بالحوثي في تلك المنصة، رغم أنني كنت هناك لأنتقد أسعد الشرعي، وأنا كنت من أشد المنتقدين لأسعد الشرعي. ثم تقول أخي سعيد بأن هناك تطابق مصالح كان من شأني أن أنأى عنه. لا أبدا، أنا البارحة وأول البارحة قلت بأنه سوف لن أطلب جيست في منصة أسعد الشرعي، لأنه أحيط بهذا المشكل ما أحيط به، حتى بدأنا نسمع على أنه تمت مؤامرة ضد أخ لنا، تمت مؤامرة أنا وأخت لنا لإبعاد ذلك الشخص من تلك المنصة، وأنه الهدف النهائي هو أن يصعد عبد الله إلى تلك المنصة. فأنا حتى أقطع مع هذه الخلافات قلت والله لن أرجع إلى تلك المنصة حتى يرجع إليها الأخ الذي أنت تعرف من هو. ثم هل تعتقد أخي سعيد على أننا بإمكاننا، بالله عليك بإمكاننا، على أننا ندير لايف مثل هذا اللي يكون فيه الرأي والرأي الآخر، اللي يكون فيه عتاب، وبعض المرات كتكون واحد الشراسة في الهجوم وفي النقد، هل قدرنا حنايا أننا المغاربة على أننا نديروه بيناتنا؟ والله يا أخي أسعد لو أسمعك غير البارح واليوم لايفات كيف يتعامل بعض المغاربة الذين يريدون أن يؤطروننا، يريدون أن يفرضوا علينا طريقتهم فيما يسمونه بالدفاع عن الوطن. والله العلي العظيم حتى تحشم ودي خويا سعيد. ثم خويا سعيد أنا ما ألومك عليه صراحة، ربما أنت تحاول دائما، وهذا مفهوم، تحاول دائما على أنك تخلق واحد النوع نتاع التوازن يعني ما بين المغاربة حتى لا تشتد الصراعات، ولكن في محاولتك هذه تنصر الباطل على الحق، لأن لنا أختا أصبحنا نسمع خطابا عنصريا متعفنا مقيتا لا يشرف المغرب ولا يشرف المغاربة. وأنا أقولها لك صراحة أخي سعيد، والله لو أسعد الشرعي طلب الجنسية المغربية وأعطاها له صاحب الجلالة لاعتبرته مغربيا 100%. يجب أن نقطع مع هذه الخطابات التيكتوكية المحضة التي لا مقابل لها في الواقع، عنصرية مقيتة لا تشرفنا ولا تشرف صورة وطننا الحبيب. تحياتي لك أخي سعيد. أختي طيف، نعطيو لسعيد التعقيب إلا سمحتوا، وأرجو واعتذر جدا الإخوان، أعرف جيدا أن الانتظار من أسوأ العقوبات التي قد يتعرض لها أحدهم هي الانتظار. وإذا كان من عقاب زعما يقدر يدار في العقوبات البديلة مع السي وهبي كيقلب على عقوبات بديلة، هو يشدوا شي واحد يبقاو يدخلوه من قاعة الانتظار إلى قاعة الانتظار. فأعتذر الإخوان كاملين. فما غاديش نتكلم، ما غاديش ندير تعقيب على الكلام ديالك اخي عبد الله، احتراما للمبدا اللي راني ملتزم به. ولكن دعني اتوجه بتفاعلي مع اسعد حين قلت لك لن اسمح لك بالدخول في الاختلافات الاثنيه والثقافيه والمذهبيه والدينيه في المغرب لتلعب فيها لعبتك المقيته، فأنا أقول أني لن أسمح لك بما أستطيع فعله، وهو التكتكة والفسبكة والتوترة، عفوا واليوتوبية، ولا شيء دون ذلك. قد تأتي إلى المغرب وقد أصادفك في شارع وسأعزمك على كأس شاي في المقهى، ولكن في التيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي ما دام هذا هو السلاح المتوفر لدي والمتوفر لديك أيضا، فإني سأستعمله تماما كما استعملته وتستعمله أنت. إذن لن أسمح لك، لا علاقة لها لا بالوصاية عليك ولا بالحجر عليك ولا بمنعك ولا بالتسلط عليك.
الأمر فقط هو أني سأهتم جدا لكل ما تحاول أن تنفثه من سموم بين المغاربة، وأتحدث على المستوى الإثني وعلى المستوى الديني أيضا، لأن الله في شعار الله الوطن الملك لا يعني المسلمين فقط. الله يا أسعد شرعي يعني كل موحدين في المغرب. عندنا مسلمين، عندنا أقلية يهودية، وعندنا جالية مسيحية من البعثات الدبلوماسية وممن يقطنون هنا بمراكش أو الدار البيضاء أو طنجة أو المدن الكبرى، وهم الله الوطن الملك يكفل لهم حق ممارسة شعائرهم الدينية. هذا هو الشعار. وهذا المشترك ديال الله الوطن الملك، أي إخلال بثابت من هذه الثوابت أو بمشترك من هذه المشتركات يهدد الآخر. فالأمر حين نتحدث عن الملك فارتباطنا بالملك ليس ارتباطا لأنه رئيس دولة وفقط، بل لأنه أمير للمؤمنين وضامن لحمى نسيت التعبير اللي كيتقال، حمى الملة والدين، حامي حمى الملة والدين، حامي حمى الملة والدين. وهذا أمر تاريخي أنثروبولوجي أيضا، عنده عمق وعنده جذور في التاريخ المغربي المتأصل. وحين نتحدث عن الوطن فأي واحد غادي يتهجم على الوطن وأي واحد غادي يحاول يقسم الوطن لا ويهدد بذلك الملك والملكية، ويهدد أيضا الدين ويهدد الإسلام وباقي الأديان المتعايشة هنا بالمغرب. إذن فهذه المشتركات الثلاث لا يمكن أن نفصل أحدهما عن الآخر. ثم حين تحدثت عن خروجك للتظاهر، إذا كنت عاجزا عن الخروج بورقة مكتوب فيها مع غزة، وهنا لا أطالبك برفع علم فلسطين، أنا فقط أطالبك بالخروج إلى الشارع ودير واحد اللايف من الشارع وأنت حتى لا أقول بالإنجليزية لأني أخشى عليك من دولتي التي تحمي الديمقراطية والحريات لديك، في الوقت الذي لو أتيت إلى المغرب، وأتمنى أن تأتي في الخمسية المقبلة، وستتاح لك فرصة الاحتجاج مع مغاربة آخرين سيخرجون تضامنا مع فلسطين. هذا المغرب الذي تنتقد فيه هذه القلة مصرا على تسميتها أو البحث في شؤونها، فكن متأكدا أن هذا البلد العظيم سيمنح لك فرصة لن تمنحك إياها بريطانيا، ولأنك جبان تخشى على نفسك وعلى عائلتك فلا تدعي الشجاعة تجاه المغاربة وتطلب منهم أن يفعلوا ما يشاءون وأن يهاجموا من يشاءون من المغاربة. هذا أمر مرفوض. كن شجاعا أولا، أثبت أنك قادر أن تتحدى بريطانيا الأم نتاع إسرائيل، وآنذاك سأحترم فيك قليلا هذه الجرأة وهذه الشجاعة على المغاربة وهذا التهجم على المغاربة. ثم الاصطياد ديالك العفن يا أسعد الشرعي، ودعني أقول العفن بكل وقاحة أقولها، العفن وتركيزك على أن المغاربة انتظرنا كثيرا. اسمحوا لي اسمح لي مصطفى هذه نقولها نقول هذه مصطفى اسمح لي مصطفى. التركيز العفن ديال أسعد الشرعي على أن يذكر المغاربة بأن ثمة متكتكين يسبون بعضهم البعض، هذا أمر يدل على أن عقليته التي يحاول تسييدها لدى أتباعه يحاول أن يشتت بها المشتت، وهذا خبث، وهذا خبث ما بعده خبث. المغاربة يمارسون اختلافاتهم الشعبوية، لأن هذا التيك توك هذا فيه ناس من مختلف الفئات والأعمار والأجناس، يعني الأجناس كنقصد ذكور وإناثا حتى لا يفهم لغص. وبالتالي هذا سوق التيك توك أو الفيسبوك أو اليوتيوب، هذا مواقع التواصل الاجتماعي يشبهها علماء التواصل بالسوق الأسبوعي، تجد فيه مول الفاخر مع مول الحوت مع مول الشواية مع مول الطباشير مع اللي كيدير تريسكارتا مع هذاك اللي كيروض الحناش مع اللي كيصوت في الغيطة. وبالتالي فهاد التيك توك هكا داير، وأي محاولة لأن نظهر في التيك توك بصورة المتمدنين المتحضرين هو أمر غير ممكن حتى في الدول المتقدمة. ولو كنت تتقن الإنجليزية وتدخل إلى التيك توك الإنجليزي ستجد أكثر من هذا وذاك، وأنا متأكد من ذلك. هذا تيك توك سوق فيه من العفن ما يكفي، وفيه من الملاحة والزين والجمال ما يكفي، وفيه من النقاشات المتحضرة ما يكفي، وهذا اللايف الجميل والأنيق دليل سعيد. على أنه ممكن أن نخوض ذلك. شكرا، سمحوا لي بزاف غير عبد الله. تفاعل فقط أخويا سعيد، ولكن الاختلاف في الأمر اللي راك تهضر فيه أخويا سعيد هو أن الذين يسبون ويخونون
يقومون بذلك باسم الوطن. أرى هذا هو المعضلة الكبرى خي سعيد. واش خي سعيد أنا أعتبرك كبيرنا، وعندي لك واحد الاحترام كبير، وعندي كنعول عليك في بعض المسائل اللي أصبحت ضرورة أننا نحل واحد النقاش بحال هذا اللي درنا اليوم. خلي أسعد الشرعي جانبا، لو لم يكن حاضرا أسعد الشرعي اليوم لما رأيت 6500 واحد يشاهدوننا. هذه حقيقة لا يمكن لنا أن ننكرها. لا إذا كنت واش طلعت حنا عندك قادرين نكمل لك عبد أخويا الله، سعيد؟ كنت طلعت غير عندك نقطة. كنا غنديروا 3000 4000، كنت طلعت غير انا بوحدي غندير لك 3000 4000 كلها هاني. طيب باش واش نقدروا ما نحلوا هذا؟ يتسحبوش اسعد بانه هو اللي كيجيب الناس. راه حتى انا عندي خي خوتي وخواتاتي خي حتى سعيد انا ايضا واش نقدروا كمغربي نديروا هذا النقاش افتخر بيناتنا؟ بالمغاربه وخوتي المغاربه. تفضل. تماما. واش نقدروا نديروا هذا النقاش بيناتنا؟ الذين يخونون هاد المغاربه الذين تتكلم عنهم، هؤلاء الذين يسبون هاد المغاربه الذين تتكلم عنهم، هؤلاء الذين يطعنون في شرف هاد المغاربه الذين تتكلم عنهم، هؤلاء الذين يأخذون صور هؤلاء المغاربه ويحطوهم في مواقع التواصل، مواقع البورنوغرافيا. هم مغاربه يقومون بنفس الشيء. هو المغاربه منقسمين الى كتلتين. اخي سعيد، لا نقولوا هذه الكلمه لانها والله سعيد، والله أخي ما عبد نقولوا الله، كلمه الحق. اخي سعيد، أنت لديك مداخلة وأنا لازم أن أعدل على بعض النقاط والناس ينتظرون، يعني ما نريد أن نطيل. إذا سمحت لي، سامحني قاطعتك، أنا آسف جدا. طيب اسعد اختم بجمله. شوف سعيد، هل انت مستعد اخويا سعيد على اننا نحل هذا الحوار، حوار مجتمعي تيك توكي محض، على اننا نحطوا فيهم هذه الاشكاليات كاملين؟ لان الذي يمس ليس سعيد كشخص او اسعد كشخص او ابو هيثم كشخص، لا. انا في نظري الذي يمس هو المفهوم تاع الوطنيه، طيب، هو المفهوم تاع الدفاع الذي نمارسه. اخويا سعيد، تحياتي. تفضل. أنا آسف إخواني المتحدثين الذي بعد الأخ سعيد، سامحوني فقط 3 إلى 4 دقائق فقط. يعني أنا لفتت نظري عبارة تنفث سمومك. لاحظوا هذا الإشكال الذي أنا أواجهه مع بعض المتداخلين، أنهم يتعاملون معي كعدو. أنا الآن في نظر سعيد أبرنوس شخص عنده سموم وبيدخل للمغرب ولا بيوت المغاربة ينفثها. طيب أنا أسأل سعيد أنت كيف اكتشفت هذه السموم ولم تكتشفها مخابراتك؟ أنت كيف اكتشفت السموم، سموم أسعد الشرعي، ولم يكتشفها كل الدوائر الحكومية الموجودة عندك؟ لم يكتشفها المطار، لم تكتشفها السفارة، لم يكتشفها العمال والموظفين والدكاترة والناس. أنت كيف اكتشفت السموم هذه؟ أنا مستغرب أنك كيف اكتشفت سموم أسعد الشرعي التي لا ترى لمجرد أنه يناقشك، ولم تنتبه لسموم الصهينة. سموم الصهينة الذي منتشرة الآن في مغاربة لا عدرينهم يهود ولا مسلمين. أنت إذا تريد السموم الخطيرة التي تفتك بالمجتمع المغربي، هي هموم الصهينة التي بدأت تعم عندكم تحت يافطة حرية. هو حر. ظهر لنا ناس اسمهم أحمد ومحمد، لكن والله أن الجد يمكن كوهين وما أدري إيش من مغاربة اليهود حق زمان. هذا السموم الحقيقية، هذا الذي تفتك، هذا الذي ستهدد مجتمعكم المسلم، مجتمع الإمارة المؤمنين والملك الذي جده النبي والله الذي في الشعار. انتبهوا لهذا السموم الصهيونية التي بدأت تدب بتشجيع منكم، ولا يجرؤ أحد منكم أن يناقش ولا متصهين واحد. أتحداك وأتحدى كل هؤلاء الذين يهاجمونني أن يفتحوا لايف في أحمد الشرعي. أتحداهم، ممنوع. يا رجل، اليهودي المغربي فوق النقد، المسلم السني المغربي السني يضرب بعضهم ضرب، لكن كلاهما متفق. لكن في ميكروفون مفتوح يا صاحبي. لا تستطيع أنتم بينكم البين كمسلمين، ما شاء الله كلكم ضاربين بعض، ما تاركين شيء. لكن أتحداكم أن تنتقدوا يهوديا واحدا. يهودي يا سعيد أبرنوس ارتكب جرائم أخلاقية في مكتب التواصل في الرباط، والله لم يجرؤ أحد منكم أن يتكلم عنها، لكن انطلقت ألسنتكم على بن كيران لأنه انتقد وزير الخارجية. اليهودي على رأسه ريشة في المغرب. هذه هي السموم. انتقد سموم النزعة المعادية للعرب، هذا نسيت أن أعدل عليها في السابقة، والتي ظهرت عندكم جلية، وينسون أن ملككم عربي ومن نسل النبوة وجاي من الحجاز، وهناك من ينتقص ويسب كل ما هو عربي، رغم أننا لم نتمترس ولم يتمترس أي مغربي عربي إلى الآن في هذه الفتنة.
وأنتم تتفرجون عليها وهي موجودة من طرف واحد وكلكم تعرفون من هم. المشتركات الثلاثة أنا لا دخل لي فيها، أنا أشترك معك في الله. وطن، ملك، هذا حقك ديالك أنت، أنا مالي دخل لا في ملكك ولا في وطنك، أنا لي علاقة بالله. الله ما دام حطيته في الشعار لا تجي تقول لي شأن مغربي ولا تجي تقول لي المشتركات الثلاث. الله مو مغربي والله مو حقك، الله حق كل المسلمين، ويحق كل مسلم أن يتكلم عن الشعار في المغرب، وإلا أزيله الله. هذا الكلام الذي أنا أستطيع أن أقوله لك. مشتركات الثلاثة أنا لا أتكلم في هذه الأمور العميقة إلا في خلال يعني في خلال النقاش العادي. التهجم على المغاربة، وقلت لكم لا تستخدموا لفظ المغاربة، كنوا اكتبوا يا أخي سعيد التهجم على مغاربة المواقع، لا تصوروني أهاجم المغاربة، عيب يا أخواني المغاربة الذي تستمعون إلي، هؤلاء يشوهونني عندكم، ووالله أنني محب لكم، ووالله أنني معكم في كل قضاياكم العادلة، وأحب ماءكم وترابكم وأكلكم وتراثكم وزليجكم وملككم وكل ما هو له علاقة بكم. أختلف معكم في التطبيع فقط. شوف سعيد أبرنوس الآن أصبح عندي سموم رغم أنني لا أختلف معك إلا في 1% ونتفق في 99%. هذا اللؤم أنكم تنسون 99% وتمسكوا 1% وتصوروني على أنني العدو الوحيد هنا. أنا أخطر من بونيف، الآن أنا أخطر من تبون يا رجل، أقسم لك بالله. لو دقيقة يا أخي في ميكروفونات، لو أنك يا سعيد تتكلم بنفس الحدة التي تتكلم معي على التبونين يمكن قد نسفتهم كلهم عن بكرة أبيهم. الشعبوية، المغاربة يمارسون حريتهم الشعبوية، والموضوع سوق. الموضوع عند سعيد سوق. لاحظوا هنا التناقض الصارخ. بداية المداخلة قال اتركوا الموضوع مغربي الصرف، لا تدخلوا براني، ثم قال هو سوق. يعني كيف أنت تريد أن تجعل الأمر مغربي في سوق يرتاده؟ هل تمنع أحد من السوق؟ هل تستطيع أن تقول لأحد لا تدخل السوق؟ يعني شوف التناقض الذي أنتم فيه. وأنا أقول لك يا أخي سعيد واسمعها، وأنا ربما أضربك الآن في وتر يوجعك، قسما بالله أنني غيور على المغرب أكثر من بعض المغاربة، وأنني أحب المغرب أكثر من بعض المغاربة، وسأثبت لكم هذا الأيام وستثبت لكم هذه الأيام أن هذا اليمني المحب للمغرب سيفعل ما لم تستطيعوا أنتم فعله، ويضع سره في أضعف خلقه. والله أنك ستخجل أنك هاجمتني يوما ما، قسما بالله إذا كان عندك ماء وجه ستخجل يا سعيد أبرنوس أنك هاجمت أسعد الشريف، ستخجل من نفسك وأنت في البيت إذا كان عندك ماء وجه وعندك حياء. تحياتي، كان عندي نقاط لكن نترك المجال للآخرين. تفضل يا أختي طيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربما هناك نقاط كثيرة كنت قد دونتها ولكنها قيلت في مداخلات، وأنا لا أحب التكرار ولا الإطالة. سبحان الله، من نختلف حوله اسمه أحمد الشرعي، ومن نختلف حوله هنا أيضا هو أسعد الشرعي في التيك توك. ما بالنا مع كلمة مع اسم الشرعي؟ لماذا هذا الاسم؟ يجب أن نغير الاسم. أنا أقول أريد أن أنصح المغاربة، بما أنني مغربية، المغاربة المتواجدون في التيك توك هم لا يمثلون كل المغاربة، ولكن على الأقل المتواجدين هنا لا ترفعوا سقف التقدير والتقديس والإطراء لتسقطوا في أول خلاف أو اختلاف، لأننا كلما رفعنا السقف في التقدير والاحترام تأتي أيام نختلف فيها فيكون الأمر حرج جدا، وهذا الاختلاف يأخذ منحدر سيء. وأنا لا أوجه هذا الكلام بالنسبة لشخصية أسعد الشرعي فقط، بالعموم كوسيلة للانتقاد والانتقاء، لأنني أراهن على المغاربة في أنهم يكونوا انتقائيون، وكذلك يكون لديهم حس نقدي، يأخذون ما ينفعهم ويتركون ما لا ينفعهم. بالنسبة للقضية الفلسطينية أنا موقفي ثابت. حاولي تصوبي الصوت الطيف. الآن الصوت مسموع؟ جميل جدا.
بالنسبة للقضية الفلسطينية أنا أجد كل العرب أو كل الدول الإسلامية هي مواقفها متشابهة جدا، وكذلك أسعد الشرعي أجده له نفس الموقف. فهو القضية لا تحتاج لمجرد شعارات ولها رجالها ولها من يدافع عنها في قلب الحدث. أما أن نرفع الشعارات ويكون هناك سقف عالي من المزايدات، أنا أدافع عن فلسطين أكثر من الآخر، أظن الله يرحم من صنع لنا مواقع التواصل الاجتماعي لكي نستفرغ فيها الغضب الذي لا نستطيع أن نعبر عنه في مواقف كثيرة في الواقع. رحم الله من صنع لنا مواقع التواصل الاجتماعي، لأننا أصبحنا نتكلم أكثر مما نعمل. هناك كما قلت نقاط كثيرة تحدثتم عنها. أقول بأن الممانعة ضد الفكر الصهيوني في المغرب من أقوى الممانعات، وصمام الأمان لدينا هي مؤسسة أمير المؤمنين وليس العكس. مؤسسة أمير المؤمنين، إمارة المؤمنين، هي من أقوى المؤسسات التي من خلالها يحس المواطن المغربي صوت الطيف. الصوت لحظة. بسمعوا الصوت. أنا أقول بأن من أقوى الممانعات ضد الفكر الصهيوني هي الممانعة المتواجدة في المغرب، ولقد أثبتت الأحداث الأخيرة ذلك. ومن الدول التي فيها هذا الاختلاف في وجهات النظر وهذا الصراع الفكري في المغرب، ولا أحد يزايد على ذلك لأننا شاهدناه في الواقع. وكل من يريد أن يزايد على المغاربة في كل حدث يثبت له المغاربة عكس ذلك. إذن إمارة المؤمنين هي من تحمي المغاربة، ولا نحس بهذا الخطر، نحس بالأمان، وقالها معظم المغاربة. ونحن من حقنا أخي أسعد أن نعتد بأنفسنا، فينا الكثير من الخصال الجميلة، ومن حقنا أن نفتخر ونتفاخر بما نملكه من مزايا. ربما لدينا أخطاء، وربما نخفق في طريقة الاختلاف والتعبير عن المواطنة. نحن لسنا بدرجة من التفكير ومن المعرفة، ولكنني أنا أحترم أي مغربي يعبر عن مواطنته بشكل جيد. أنا ربما أؤاخذ عليك أخي أسعد رفع سقف الشعار تجاه القضية الفلسطينية. نحن سواسية في هذا الأمر. بالنسبة للتطبيع، المغاربة استوعبوا تلك الممانعة المتواجدة عند الشعب المغربي كما تستوعبها إمارة المؤمنين. لذلك عندما أعيدت العلاقات بين المغرب وإسرائيل لأسباب محددة ونحن مقتنعون بها شديد الاقتناع، لم يكن هناك خروج للشارع واحتجاج، بل كان هناك استيعاب لهذا الموقف وهذه الإرادة وهذا القرار استيعابا منطقيا وعقلانيا. وأنا أريد للمغاربة المتواجدين في التيك توك أن يكونوا حكماء. لستم هنا لصناعة الأصنام. كل ما يأتي شخص تصنعون منه صنما وتعبدونه مثلوا أنفسكم بآرائكم ونحترم آراءكم باختلافها، ونكون بذلك قد حققنا مجتمعا يسير نحو الرقي الذي يطمح له المغاربة، كما كان يأمل ذلك المغفور له محمد الخامس والحسن الثاني وكذلك محمد السادس. مستقبلنا مستقبل زاهر بهذا الاختلاف. وأتمنى أخي أسعد، ربما هناك مصطلحات لا يقبلها المغاربة، ربما تريد أن تعبر عن حبك للمغاربة بشكل أبوي فيه نوع من السلطة والوصاية، وهذا ما لا يقبله المغاربة بعض الأحيان ويجدونه صعبا. وهنا تجدهم فيهم نوع من اللؤم. لا، ما فيهمش اللؤم، فيهم شيء من الصدمة من المصطلحات المنتقاة والمختارة. تحياتي للجميع،
وأنا سأترك مكاني للإخوة. تحياتي. صوت الحكمة، صوت يا الحكمة. يا أخي عبد الله، نعم. أنا سأبقى ساعة إضافية. أنا أرهقت حقيقة. طيب. تعبت كثيرا. فحاول أن تختصر المتداخلين في ساعة. طيب. أنا أحيي هذا الأخت الكريمة. طيب حقيقة هي ذكرت موضوع مهم جدا أنا ناديت به قبلها، رغم أنني المعني أنه لا ترفعوا سقف الإطراء والمديح. حتى عندما قلت للمغاربة توازنوا معي، ما ينفعش يا أخي لما أتكلم عن الصحراء وأكون معك في قضيتك تعتبروني القعقاع بن عمرو الدوسي، لما أجي أختلف معك في التطبيع تنزلوني إلى سابع أرض ومرتزق ورخيص وتافه ولا عندك. توازنوا، وهذا الذي أنا أطالبه يا أختي الكريمة طيف، وكلامك لا غبار عليه. إخوان المغاربة لا تكونوا عاطفيين في رفع سقف المديح ولا رفع سقف الذم. تعاملوا مع الإنسان، شوف كيف بيتعاملوا معي البعض الآن كعدو، رغم أنني لست عدوا. أنا لست عدوا. واحد عدو بيجيكم بعد بكرة، بيجيكم يوم الأربعاء ضيف عندكم، كيف عدو؟ كيف عدو؟ أنا لو كنت عدوا كنت انكسرت أمام هذه حملات صار لها 4 شهور. هل استطعتم أن تقنعوا أحد أنني عدو؟ ما استطعتم، لأنني لست كذلك. لذلك أنا أطالبكم بحق العيش أو بحق الله والرحم، إنه لا تبالغوا في مدحي ولا تبالغوا في ذمي. تعاملوا معي بتوازن كذا عقلاني، ومن حقكم أن تتفاخروا أنتم كمغاربة كما قالت الأخت. نعم أنتم استثناء وأنتم تميز، أنتم لا يشبهكم أحد، دولة لا يشبهها دولة، وشعب لا يشبهه شعب، ولكم من المميزات التي لا توجد في أي بشر إلا أنتم، ومن حقكم أن تتفاخروا بها. ولذلك هذا يدفعكم إلى أن تكونوا حريصين على ألا يشوه هذا التميز في هذا البلاد. كأن يأتي واحد منكم يقول كلنا إسرائيليون، المفروض كل الناس يكونوا ضدك. أنت لست مغربي، أنت لا تمثلنا، أنت تمثل نفسك، وهكذا. وشكرا جزيلا لك أستاذتي الكريمة.